لا قدر الله لو دوست على مسمار زي ده او اتجرحت بحديدة قديمة، اياك تكتفي بقطنة وشوية سبيرتو وتقول خلاص. انت في خطر حقيقي اسمه التيتانوس او الكزاز. وليه لازم تجري على الطوارئ؟ واستناني في اخر الفيديو، في معلومة مهمة جدا هقولها لك. المشكلة مش في الصدأ نفسه، المشكلة في بكتيريا اسمها كوليستريديوم تيتاني. البكتيريا دي بتعيش في التربة والغبار، والمسمار المصدي ما هو الا وسيلة نقل بتنقل البكتيريا ديت لاعماق انسجة جسمك. الغريب ان البكتيريا ديت لا هوائية، يعني بتعيش وتتكاثر في الجروح العميقة اللي الأكسجين مش بيوصل لها، بالظبط زي خرم المسمار. البكتيريا ديت بتفرز سموم قوية جدا بتضرب الجهاز العصبي، بتبدأ بالتشنج في عضلات الفك لدرجة إن المريض ما بيعرفش يفتح بقه، علشان كده بيسموه لوك جو أو الفك المقفول. والموضوع بيتطور لتشنجات في كل عضلات الجسم، ممكن يوصل للشلل في عضلات التنفس والوفاة لا قدر الله. ليه بنقول ننقله فورا للطوارئ؟ لأن السموم دي لو وصلت الأعصاب المصل مش هيقدر يرجعها. حقنة التيتانوس أو الأنتي تيتانوس بتعطي جسمك الأجسام المضادة الجاهزة عشان تقضي على السموم قبل ما توصل للجهاز العصبي. لو فات على آخر تطعيم ليك أكتر من 5 ل 10 سنين لازم تاخد الجرعة المنشطة في أسرع وقت. لو حصلت الإصابة اعمل كده فورا، اغسل الجرح بمياه جارية وصابون لمدة 5 دقايق علشان تشيل أكبر قدر من البكتيريا، واضغط على الجرح بشاش لو في نزيف، وطير على الطوارئ. ما تستناش لما يظهر أعراض، لأن الأعراض معناها إن السم بدأ يشتغل. على فكرة مش لازم المسمار يكون مصدي علشان ينقل التيتانوس، أي جرح عميق ملوث بالتراب أو روث الحيوانات أو حتى عضة حيوان ممكن تنقل العدوى. الصدأ مجرد علامة إن المسمار قديم ومليان بكتيريا. حياتك أغلى من حقنة بسيطة متوفرة في كل الوحدات الصحية والصيدليات. لو اتجرحت بمسمار روح خد الحقنة فورا. سلام.